بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد. عندك يا صالح بابهار من العلماء من استنبط 1000 فائدة من حديث الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان؟ هل تذكر أحدا من أهل العلم استنبط 1000 فائدة؟ عند من؟ عندك يا أبا المنذر عادل. عندك يا نبيل. نعم عنده. هذا العراقي لم يستنبط وإنما ذكر، لكن هناك عالم هو الذي استنبط وذكر صراحة. فمن هو؟ اسمه عبد العزيز ابن أحمد الهكاري الشافعي. استنبط 1000 فائدة من حديث المجامع زوجته في نهار رمضان. ابن أحمد الهكاري الشافعي، ما أذكر، لكن ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. قال رحمه الله تعالى: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء يهود، فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما، أي يحملونهم على شيء. وجاءت في رواية أو في ضبط آخر: ونجملهما، أي نضعهم على الجمال. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم. وهذا دليل على أن آيات التوراة تسمى آيات كالقرآن الكريم. وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. هذا الحديث فيه أولا أن الحد يقام على الكفار في بلاد المسلمين، فلو أن كافراً عمل شيئاً يستوجب الحد لأقمنا عليه الحد، هذا شرعاً. وبالنسبة لذكر اليهود واليهودية، وإنما هي حادثة وليس حصراً. فلو أن رجلاً نصرانياً زنى بنصرانية فإننا نقيم عليهما الحد. والتعبير بكلمة نصراني هي الأصح،
من التعبير الذي نسمعه من بعض الدعاة إلى الله، فيقول المسيحي والمسيحية، لأن المسيح عيسى عليه السلام ابن عيسى، المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام قد تبرأ ممن أحدث وغير، وهو بريء من ذلك، فلذلك لا يقال لهم المسيح وإنما يقال لهم النصارى. فيقام على الكافر في بلاد المسلمين ما يقام على المسلمين من الحدود، وهذا صار إجماعاً من الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أن الكفار يعاملون في بلاد المسلمين على الظاهر بالأحكام الشرعية. وأيضاً يؤخذ من هذا أن أنكحة الكفار صحيحة معتمدة، بخلاف الإمام مالك خالف الجمهور بذلك، فيقول هي ليست بصحيحة. كيف عرفنا أنها صحيحة؟ عرفنا أنها صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل الزاني والزانية معاملة المحصن، فأنكحتهم على مذهبهم ودينهم صحيحة. ولهذا لما أسلم الصحابة رضي الله عنهم، فبالطبع كان يتقدم الرجل على المرأة تارة، وتتقدم المرأة على الرجل تارة بالإسلام، فلا يبطل النبي عليه الصلاة والسلام العقد، وإنما يقر على ما كانوا عليه من أنكحة الجاهلية. ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين، فمن قائل أنهم مخاطبون، ومن قائل ليسوا بمخاطبين، ومنهم من فصل قال في النواهي فهم مخاطبون، وأما الأوامر فهم ليسوا بمخاطبين. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إضافة إلى أدلة أخرى لكن بعضها عليها مأخذ، مثل ما استدلوا بقوله تعالى على ذلك الحوار بين أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، فجعلوا الصلاة من الفروع وليس من الأصول. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعين بذوي الخبرة، وهذا ما يعمل به في دولة الإسلام. دولة الإسلام لا تقوم على العلماء فقط، وإنما يستفاد من المهندسين والأطباء والخبراء السياسيين وبغيرهم، لكن كل يتكلم في مجاله ولا يخرج عن إطاره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استفاد من عبد الله بن سلام، إذ أنه كان يعرف دينهم، فقد كان حبر من أحبارهم. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تجدون في التوراة على من زنى، ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقلدهم بما يحكمون به، لا،
وإنما أراد من باب أن يقروا على أنفسهم ويعترفوا أن هذا الحكم موجود في دينهم. وهذا في بعض الأحيان عند أن يكون الإنسان قد عمل شيئا وهو يعرف أنه خطأ، فتقام عليه الحجة أكثر وأعظم، كما قال الله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الزهري: قد أنصفك من جعل عملك حجة عليك. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمما مجلودا، قالوا هو وضع السواد، دعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوا، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها. عندكم في الكفار؟ نعم. في هذا الحديث ما تقدم من الفوائد، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على إحياء دين الله إذ أماته أولئك القوم. وفيه أن اليهود عندهم الحيل، فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وتحريفه الآن ليس تحريفا لفظيا، وإنما حرفوا وبدلوا بالحكم على أنهم يجعلون حكما يتراضى به الجميع. وهذا ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد لما أراد أن يشفع للمرأة، أكمل يا أبا عبد الرحمن، للمرأة الجهنية الغامدية، الغامدية، عند أن أراد أسامة بن زيد أن يشفع يا أبا الفاروق للمرأة الغامدية. اسكتوا. نعم يا أبا عبد الله. أيوة، بس إيش نسبها؟ هات يا أبا عمر. المخزومية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم بين أن أهل الكتاب أو أن اليهود إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يده،
ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فهذا مما كان يفعله أهل الكتاب بعد أن غيروا وحرفوا وبدلوا. وفيه أيضا أن القوانين الوضعية لا يعتبر بها الذي تخالف الشرع. الآن المحاكم عندنا بماذا تحكم؟ عندك يا نايف النهدي صافي؟ هو الأصل أنهم يحكمون بموجب الشرع، غالبا على المذهب الشافعي، ويستفيدون من المذاهب الأخرى، لكن هم قننوا هذه المذاهب وجعلوا لها بنودا وخلطوا عملا صالح وآخر سيء. فلذلك تجد أنهم في بعض الأحيان بالفعل يكون الكلام في موضعه، وفي بعض الأحيان إنما هي تقرير ووضع بشر يؤخر ويعجل ويقدم إلى غير ذلك. ولذلك تجدونهم في بعض الأمور التي ليس لها علاقة بالحدود الشرعية بين حين وآخر يغيرون ويبدلون، لأنهم يعرفون أن البشر فيه قصور عظيم. وأيضا هذه الآية التي أنزلت: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، هناك أثر وهو صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الكفر هنا كفر دون كفر. ولهذا حمل العلماء هذه الثلاث الآيات بهذا السياق: لو أن حاكما اعتقد أن حكم غير الله، أن حكم غير الله وأفضل من حكم الله، فهذا كفر. وإذا حكم من أجل أن يؤذي المحكوم فهذا ظلم، تنزل على قوله تعالى: فأولئك هم الظالمون. أما إذا حكم شهوة وحبا للمناصب وحبا لبقائه على مكانه على مركزه فإن هذا يعد فسقا. ولهذا إذا أردت أن تعرف كيف يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أو ليس كفرا، نقول: إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله، هذا كفر. أو اعتقد أن هناك حكما مثيلا لحكم الله يساويه، فهذا كفر. أما إذا اعتقد أن حكم الله هو أفضل حكم وليس له مساو، لكن بحسب الواقع والموجود والضغط الدولي على الحاكم نفسه، فإنني مضطر لبعض الأمور، فهذا لا يعد كفرا وإنما يعد فسقا، لا يعد كفرا وإنما يعد فسقا. ولذلك بعضهم يستدل بمثل هذه النصوص على تكفير الحكام جملة وتفصيلا، فهذا غير صحيح. ومسألة التكفير مسألة خطيرة للغاية، وهي التي أوصلت لنا بعض الشباب حدثاء الأسنان إلى أن يفجروا أنفسهم وأن يكفروا ويجعلوها سلسلة التكفير من الحاكم إلى أنزل شيء. فأذكر مرة أنني ناقشت رجلا أو شابا من شبابهم في مدينة غيل باوزير، فتكلمت معه فقلت له سائلا: هل الحاكم كافر؟ قال: نعم. قلت: ورئيس الوزراء؟ قال: كافر. قلت: وبقية الوزراء؟ قال: كفار.
قلت: والقضاة في المحاكم؟ قال: كفار. قلت له: أمين السر في المحكمة؟ قال: كافر. قلت له: والذي ينظف ويفتح الأبواب في المحكمة؟ قال: كافر. انظروا التسلسل. فبعد أن قررته على أن كل بالعموم من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، قلت له: الآن مشايخ قبائل اليمن بماذا يتحاكمون؟ كل مشايخ قبائل اليمن، فتجد أن كل مشايخ قبائل اليمن، أو قل غالبا، حتى نبرئ بعضهم ممن يحكم بما أنزل الله بحذافيره، فبماذا يحكمون؟ فسكت. قلت له: ينبغي عليك أن تكفرهم جميعا على هذا المذهب. الأمر الثاني: النجاشي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحكم النصارى في بلادهم بماذا؟ بما أنزل الله أو بحكم آخر، حكم النصرانية؟ فقال: لا يحكم بما أنزل الله. قلت له: إذن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه بالمدينة؟ ما وجد من يصلي عليه في بلاده في الحبشة، كلهم نصارى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية: ولهذا عذر العلماء النجاشي، عذر العلماء النجاشي إذ أنه حكم بغير ما أنزل الله. فبالنسبة لهذا الأمر هو أمر خطير للغاية. قلنا نبتت لنا هذه النابتة، وهؤلاء الشباب المتهورون الذين يعتقدون أن من انتسب إلى الأمن المركزي أو إلى الأمن السياسي أو إلى البحث الجنائي يعد كافراً. نقول: نعم، يوجد منهم من هو ظالم، منهم من هو متعد، منهم من هو يسطو على أراضي، لكن لا يصل إلى درجة الكفر. مسألة الكفر مسألة عظيمة للغاية. ولهذا الجنود الذين ترونهم في النقاط فيصومون معنا ويأخذون تمرات ويصلون المغرب ويصلون العشاء ويصلون الصلوات الخمس ويصومون معنا، فبهذا ينبغي علينا أن ننزل الآيات منزلها الصحيح، ولا نقول كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، لا، ننظر ما سبب حكمه وما دوافع ذلك. قال: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد؟ لا، الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل طلب الرزق جهاد في سبيل الله؟ ما هو الدليل؟ جهاد في سبيل الله الله أعلم. أنا أعرف أن في سبيل الله غير القتال في سبيل الله الحج. قال: هل جاء بهذا النص حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ لا، وإنما هو كلام الناس، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. إلى هنا والحمد لله. نعم. اليهودي الزاني يقي المرأة، يقي عشيقته. لا، يقي عشيقته، يقي عشيقته الزاني.